حلقتنا النهاردة مهمة جدا، هكلمكم فيها عن سكر الحمل. بيظهر سكر الحمل في النص التاني من الحمل. في سكر بيروح لما تظبطي أكلك وتلعبي رياضة، وفي سكر لازم تاخدي فيه أدوية. طب إيه السبب إن يجيلك سكر حمل وإنتي مش مريضة سكر؟ اللي بيحصل يا حبايبي إن الست الحامل عندها مصنع هرموني بيطلع كمية كبيرة من الهرمونات، وبيحصل كمان تغيرات في الجسم رهيبة. المصنع ده اسمه المشيمة. المشيمة بتبدأ تتعامل مع الجلوكوز بشكل أكبر لأنها محتاجة سعرات حرارية أكبر. ليه بقى؟ علشان تمد الجنين بالجلوكوز. عشان كده العيل بينزل مزقلط، بيبقى 3 كيلو كده وحلو وجميل. ولما الجلوكوز يزيد بنحتاج كمية أكبر من الأنسولين، علشان كمية الأنسولين ما بقيتش قادرة تتعامل كويس مع كمية الجلوكوز ده، غير إن مقاومة الأنسولين بتبقى أعلى. عارفين إيه السبب؟ بسبب المواد اللي بتفرزها المشيمة، وبكده السكر بيعلى. طب إيه هي العلامات اللي تخليكي تنتبهي إن ممكن يكون عندك سكر حمل؟ لما ريقك يكون ناشف باستمرار، وتشربي مية كتير، وكمان المية تخليكي تدخلي الحمام كتير. لازم ولابد تلجأي للدكتور علشان يا بنتي تطمني. للأسف يا حبايبي وقت الحلقة انتهى، استنوني في الحلقة اللي جاية، هنكمل كلامنا عن سكر الحمل، وهقول لكم ايه هي المشاكل والأضرار اللي بتحصل للأم والجنين بسبب سكر الحمل، وكمان هقول لكم طرق الوقاية. ما تنسوش يا حبايبي تبعتولي أسئلتكم على صفحة البرنامج وأنا هرد عليكم على طول. هتوحشوني للحلقة اللي جاية وبرنامجكم الداية.